فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات فتح الكراتين. هنفتح اول اوردر وصلنا في حملة 11 نوفمبر 2023 من ايفون. جبت كل المنتجات الجديدة عشان اجربها معاكم، وجبت منتجات بقالها كتير قوي ما بتنزلش لحقتها، او برفان يعني بقاله كتير قوي ما بينزلش لحقته. وكمان خدت هدايا حلوة كتير. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نشوف ايه محتويات الاوردر بتاعنا. زي ما انتم شايفين معانا بروشور حملة 12 اللي مليان بالعروض الرائعة، زيه زي بروشور حملة 11 كده بتاع البينك فرايداي، بقى بروشور 12 بتاع الكريسماس. ودول اكتر حملتين بيبقوا يعني مليانين بالعروض الحلوة والرائعة، اللي يعني ايفون بتجمع فيهم خلاصة اروع عروض ليها. فاللي ما راحش اتفرج عليه يروح يتفرج عليه بسرعة، انا نزلته على القناة. ومعانا كمان الفاتورة بتاعتنا، ونقول بسم الله. الاوردر بتاعنا معظمه منتجات جديدة، وكان لازم من اول المنتجات اللي نزلت اللي انا الحقها البابل باس اللي في الشكل العسول قوي 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 دوت. طبعا انا مجربة الابل بي قبل كده وكلمتكم عنه وعاملة عنه ريفيو صغنون كده على القناة، اللي اول مرة بصراحة اجربه، وبنات كتير طلبوا ان انا اجربه واقول لهم رأيي فيه. هو الراسبيري اند كاسس، بس انا كنت عاملة ريفيو عن السبراي بتاعه وكان مسكر اوفر بصراحة، فعشان كده كنت خايفة اخوض تجربة البابل باس. ولكن البابل باس يا بنات ريحته تحفة 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 للناس اللي بتحب الراسبيري وبتحب الروايح المسكرة. ريحته جميلة قوي 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 بجد، وتنفع صيف وتنفع شتاء. تنفع صيف لانها شجري، وتنفع شتاء لانها غنية، يعني الريحة قوية وتقيلة وفواحة. غير بقى ان شكل الازازة زي ما انتم شايفين الباكجينج بتاعها قد ايه مبهج، طبعا عشان عروض البينك فرايداي وكمان عروض الكريسماس. حجمها 250 مللي زي ما انتم شايفين، وكفايه كده ان هم يترصوا كده في الحمام كده يبقى شكلهم تحفه. طبعا البابل باس بنستخدمه في ان احنا نعمل بيه بابلز في البانيو، ولكن اللي ما عندوش بانيو يقدر يستخدمه زيه زي الشاور جيل عادي. بس انصحكم ان انتوا تجربوا، الريحه دي حلوه قوي، وهواة الشجري واللي بيحبوا الروايح المسكره اكيد هتعجبهم الريحه دي. اما بخصوص الابل بي فانا كلمتكم عنه، ولكن برضو هوصف لكم ريحته بشكل سريع. بس انا كل المتذكرة ان ريحته كانت قرفة قوية. ايوه ريحته قرفة مسكرة مع ريحة تفاح خفيفة وبعيدة، وريحة التفاح الاحمر مش التفاح الاخضر. ريحته حلوة قوي قوي برضو، بس شتوية بحتة يعني اكيد مش تاخدي شاور جل او بابل بايس يكون ريحته قرفة. القرفة معروفة ان هي بتعمل دفى كده، يعني بتعمل سخونية صهد. فده بقى ريحة شتوية، وريحة برضو قوية قوي وفواحة قوي. فانا بصراحة عاجبني الباكجينج. انا جربت الريحة قبل كده بس انا عاجبني الباكجينج. وكمان في نوع تالت هينزل معانا في حملة 12 هوريهولكوا في الكتالوج، وهو اسمه مولتي سبايس. وبرضو النوع ده انا كنت جايباه وكلمتكم عنه قبل كده اهو يا بنات. ده بقى ريحته تحفة، ده ريحته برتقان برضو كده على حتة سبايسي، ريحته تحفة تحفة. انا بحب الريحة دي قوي، فانا منتظرة حملة 12 تيجي عشان اطلبه، لان اللي كان عندي انا استخدمته وخلصته. ومن الحاجات اللي انبسطت قوي 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 ان هي نزلت تاني وهي المجموعة بتاعة القرفة والبرتقان من فوت ووركس. الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعة المنتجات اللي خلصت هكررها تاني ولا لا، عارفين قد ايه انا بحب المجموعة دي. وطبعا اختيار موفق ان هم ينزلوها في الشتاء، حتى هم كاتبين عليها وينتر، لان القرفة اصلا يعني زي ما انا شرحت لكم شوية يعني دفع احساس جميل بصراحة. والمجموعة دي كانت
كانت خطيرة في ريحتها. ريحة البرتقال مع القرفة كان عامل ميكس وهمي وهمي وهمي. فانا كنت زعلانة قوي ان المجموعة دي بقالها كتير قوي ما بتنزلش، ولكن هي اتوفرت معانا تاني. وانا طبعا طلبت السكراب عقبال ما المجموعة كاملة تتوفر. هي المجموعة عبارة عن كريم وسكراب والماء بتاع النقع. فانا كنت عايزة اجرب هل هي نفس الريحة بتاعت المجموعة القديمة ولا لا، وطلعت هي بالفعل الله نفس الريحة اللي أنا بعشقها، رغم إن أنا مش من مدمنين القرفة يعني، لكن أنا بعشق المجموعة دي وبعشق ريحة القرفة في المكونات اللي إيفون بتضيفها فيها. زي كده الأبل بي عجبني قوي ريحة القرفة فيه، والمجموعة برضو بتاعت فود وركس اللي بالقرفة والبرتقان، وكمان بفيتامين إي، يعني حاجة وهمية. فإن شاء الله هكمل المجموعة وأعمل لكم بقى ريفيو عنها. هجيب الكريم وأجيب ماء النقع وهنتكلم عن المجموعة كاملة. ولكن السكراب بتاعنا حجمه 75 مللي، وزي ما انتم شايفين بقى الباكجينج الجديد الجميل الرائع ده بصراحة تحفة. انا بعشق المجموعة دي، كلمة عشق قليلة عليها. ومن الحاجات اللي انا كنت عايزة اجربها، رغم ان انا كنت واثقة ان ريحتها مش هتعجبني يعني 100%، وقد كان يعني قد كان المتوقع لقيته. يعني دايما احنا لما بنفترض حاجة بتبقى بنسبة كبيرة بنلاقيها. وهي المجموعة الجديدة اللي نازلة معانا من ايفون كير اللي هي بالزنجبيل، الجينجر بريد. وكان نازل منه قبل كده الهاند سوب، وكمان نزل منه شاور كريم او شاور جل مش متذكرة. ولكن انا قلت يمكن المجموعة بتاعت ايفون كير هتبقى ريحتها مختلفة لان ده اللاين بتاع ايفون سينسز. ولكن انا لما جبته حسيت ان انا فتحت ظرفة التوابل بتاعت مطبخنا حرفيا. يعني هو جنزبيل طبعا ومعاه ريحة توابل كتير، وريحته حتى ما فيهاش حتة مثلا مسكرة كده، لا يعني ما فيهاش اي حتة تغفر لها. اما بقى ترطيبه فانا هكلمكم عن ترطيبه يعني باستفاضة. هم كاتبين عليه ان هو ترطيبه بيقعد لمدة 48 ساعة، بيناسب البشرة الجافة شديدة الجفاف. هو عموما بالنسبة لي تحت الاختبار، ولكن انا ريحته ما حبيتهاش خالص. حتى لو بتحبي ريحة الزنجبيل، يعني انا قبل كده كان في بارفان بتاع اتراكشن انتنسي كان فيه ريحة الزنجبيل مسكرة، كان خطير. يعني انا بالنسبة لي هو غطى على كل الاتراكشن اللي فاتت قبل كده. فانا كنت متوقعة ان ممكن تكون ريحة الزنجبيل فيها الحتة الشوجري دي، فيبقى فيه كده من البارفان بتاع اتراكشن انتنس، ولكن خابت توقعاتي. والتوقع الاعلى هو اللي ساد، وريحته فعلا ريحه تابليه صرف. فالناس اللي بتحب الريحه دي اكيد هيكون مفضل بالنسبه لهم. الناس اللي ما بتحبش ريحه التوابل، اكيد انا مش هدهن رجلي او ايدي او جسمي او وشي باي حاجه فيها توابل، لان المجموعه نازل منها اللوشن وكريم متعدد الاستخدامات. فالريحه لا مش افضل حاجه بصراحه، بس هي مناسبه للشتاء. يعني احنا لو بنتكلم بقى على دخول الشتاء فاحنا بنبقى محتاجين اي حاجه تدينا احساس بالدفى. فده كده كان رأيي في ريحته من العروض اللي مكنتش عايزة افوتها. وهو العرض بتاع ان احنا لو طلبنا كريم الاساس بتاع فلاولس ماتش او الكونسيلر من نفس اللاين هناخد خصم على البراش الفلات براش اللي هي بتستخدم في توزيع كريم الاساس. وانا بصراحة جايبة كريم الاساس مخصوص عشان سببين. اول سبب ان انا جبت درجة وما كنتش موفقة فيها، فحبيت ان انا اجيب درجة تانية تكون بيرفكت بالنسبة لي. تاني سبب وهي الفرشة القمر دي، وقد ايه الفرشة كيوت وقد ايه ناعمة. هجربها في التوزيع، بس انا متنبئة ان هي هتبقى لطيفة لان هي ناعمة جدا على البشرة وسموز وجميلة. وانا يعني من خبرتي البسيطة بالميك اب، انا مش ميك اب ارتست، انا زيكم كده بتفنن في وضع المكياج، بس من قرايتي ومن الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها اعرف ان الفلات براش دي هي اللي بتدي اعلى كفرج لكريم الاساس. يجي بعديها الكابوكي براش، وبعد كده يجي السبونج، لان السبونج بتسحب كميه كبيره قوي من كريم الاساس. فلو عايزه افضل توزيع لكريم الاساس وافضل تغطيه او اعلى تغطيه بتكون الفلات براش. والبنات اللي بتكتب لي في التعليقات نهى عاملين لنا ريفيو عن البراشز اللي انت جبتيها من ايفون، انا كنت مستنيه ان انا اكمل لكم المجموعه. انا بالفعل كده كملت المجموعه كلها،
وهنعمل فيديو مفصل عن استخدامات كل فرشة ومدى نعومتها ومدى تأثيرها. اما بقى الدرجة اللي انا جبتها الحملة دي عشان تكون مناسبة ليا اكتر، انا جبت درجة بورسلين وهي اسمها 129، وانا قلت لكم طبعا ان 9 مناسب ليا، وشرحت لكم في الفيديو بتاع كريم الاساس يعني ايه 9 ويعني ايه بي ويعني ايه جي. فاللي ما اتفرجش على الفيديو ده فايته كتير، لان انا شارحه ازاي تختاري كريم الاساس بتاعك وايه الاندرتون اللي يليق عليكي ونوع بشرتك والكلام ده كله انا قايلاه في الفيديو. فطبعا الحمد لله وفقت طبعا، لان انا بعد ما قريت وفهمت عرفت اختار المناسب ليا، وفقت في الدرجه دي. وانا عاده كل كريمات الاساس اللي بستخدمها من ايفون انا بيكون مناسب ليا قوي درجه بورسلين. انا معرفش ايه اللي خلاني اروح اجيب ايفوري او الدرجه اللي انا جبتها وما جبتش بورسلين من الاول، معرفش، قلت اغير يعني. بس ايه، الواحد بيلف ويرجع للكومفورت زون بتاعته. وادي يا بنات الدرجه بتاعتنا. بصراحه كريم الاساس دوت انا لو قعدت اقول فيه اشعار مش هيوفيه، فمش هتكلم عنه كتير لان انا اتكلمت عنه بما فيه كفايه في الريفيو بتاعه عشان ما نطولش في الفيديو بتاعنا. ولكن الدرجه دي بصراحه طبعا كانت بيرفكت جدا بالنسبه لي، لان الاندرتون بتاعها على بيج شويه. طبعا الكاميرا هنا مبينه ان لونها فاتح، ولكن هي بالنسبه لي كانت افضل من الدرجه بتاعه الايفوري اللي انا طلبتها، لان التانية كان الاندرتون بتاعها بينك، لكن دي الاندرتون بتاعها على بيج، فكانت مناسبه جدا 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 مع لون بشرتي. فاللي لون بشرته قريب من لون بشرتي يجيب الدرجه دي وهتكون مناسبه ليه، او يختار الدرجه المناسبه ليه. في ناس بتحب ان كريم الاساس يبقى نفس لون بشرتها، في ناس بتحب ان هو يفتحها سنه، في ناس بتحب ان هو يبقى اغمق سنه. كل واحد بقى في الشكل النهائي اللي هو عايز يوصل له. من المنتجات الجديده برضو اللي انبسطت جدا 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 اني طلبتها وهو الغسول النسائي في رداءه الجديد. كان الاول الغسول النسائي بتاعنا تبع لاين بتاع سيمبلي، دلوقتي بقى تبع ايفون كير. وطبعا جبت حاجتين انا بالنسبه لي واثقه ان هما هيكونوا مناسبين ليا، لان انا مش بحب اللي لونه موف اللي هو خالي من الروائح العطريه ده. جبته قبل كده في اللاين القديم وما حبيتش ريحته بصراحه، معرفش في اللاين الجديد هيكون ريحته ايه عشان بس ما اظلمهوش. ولكن انا جبت الاتنين اللي بالنسبه لي في الكومفورت زون بتاعتي، والروايح نوعا ما مختلفه عن الروايح بتاعت الاصدارات القديمه. يمكن ده عشان لاين جديد، يمكن حاجات كتير هنجربه واقول لكم رايي فيه ايه. اول واحد اللي هو جنتل وهو بالكاموميل وحجمه 250 مللي، وطبعا هو بي اتش بالانسد يعني متعادل الحموضه. وكمان عندنا الريفريشنج وده ريحته حبيت 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 من هنا لاخر العمر، وريحته مختلفه عن اللبني القديمه. اللبني القديم كان بالبندق يهيألي، لكن دوت بفيتامين اي. طبعا انتوا عارفين فوائد فيتامين اي للبشره، واحنا بنخاطب بقى منطقه حساسه في البشره، يعني منطقه جلدها رقيق وبيتكون فيها بكتيريا كتير، فما بنحبش ان يكون فيها روائح كريهه. فمن الافضل طبعا ان احنا نستخدم الغسول مختبر طبيا، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الضرر. تعالوا كده اشم الروائح معاكم بما ان الاتنين بتوعي يعني. ده ريحته نظافه قوي، ده ريحته نظافه، بس بجد ريحته حلوه قوي قوي، عجبتني يمكن اكتر من البينك كمان. بس البينك ريحته حلوه. طبعا هنعمل عنهم ريفيو مفصل هستخدمهم واقول لكم رايي فيهم ايه. ولو تحبوا ان انا كمان اقارنه لكم بالاصدار القديم، تعالوا بقى نشم ريحه الكاموميل. ده ريحته نوعا ما متقاربه من ريحه الاصدار القديم. اللي بيحب الريحه البينكش الهاديه ريحه الكاموميل هتعجبه جدا. بس انا عن نفسي لو قررت هكرر اللبني، خصوصا ان هو كمان مكتوب عليه ريفريشنج. انا بحب الحاجات كده اللي بتدي انتعاش في اي مكان، على الوش، في اي حته. المهم ان احنا نبقى منتعشين كده مفوقين، حتى لو شتاء صيف انا ما بيفرقش معايا. طبعا الباكجينج الجديد زي ما انتم شايفين مختلف، القديم كان ببامب لكن دوت شكله
برضو زي شكل اللوشنز والشاور جل. نفس فكرة الازايز الجديدة. انا مش فارق لي الاتنين بالنسبة لي، استخدامهم هيكون سهل سواء بالشكل ده او بشكل البامب. بس انا شايفة ان ده شكله سموث شوية عن التاني، وسهل ان انتي تحطيه معاكي في سفر في حاجة، هيكون لطيف. فانتظروا بقى ريفيو عنهم ان شاء الله في القريب العاجل. هجربهم كده واقول لكم رايي. وهم كان عليهم عرض، ايه اللي خلاني اجيب اتنين؟ لان هم كان عليهم عرض ان احنا لو اشترينا الاتنين هناخدهم بسعر اقل ما نشتري كل واحده لوحدها. فعلى طول كده اخترت البينك اللبني. اللي جرب بقى الموف يقول لنا كده رايه فيه ايه. ولان هو فري فريجرانس، المفروض ان هو خالي من الروايح. الناس اللي هي بتحب الحاجه اللي ملهاش ريحه اكيد هيكون اختيار موفق بالنسبه لها. جبت الاختراع الوهمي ده، الاختراع الوهمي، وهقول لكم هو وهمي ليه. واكبر دليل ان هو عجبني ان انا طلبت بقيه الدرجات بتاعته في اوردر تاني، وهو even power stay 72 hours. الايلاينر ده ثباته لوزعي ما بيطلعش غير بالطبل البلدي، يعني حتى الغسول ما بيطلعهوش، لازم مزيل ميك اب زيتي. فانا انبهرت من ثباته. لونج لاستنج، يعني لونج لاستنج يعني على حق، هو لونج لاستنج زي ما الكتاب بيقول. طبعا احنا فاكرين العلم بتاع باور ستاي الايلاينر، وكانوا كاتبين ان هو ضد الميه وبلا بلا بلا، وهو اللي طلع ضد الميه ولا يحزنون. لكن ده بقى لقد صدقت، لقد فعلتها، يعني فعلتها ايفون يعني بجد. ايه السواد ده، ايه الثبات ده، وايه السواد ده، ايه السواد ده، حاجه رهيبه. عشان كده انا جبت كل درجاته وعملت سيرش، جمعت لكم بقى ايه، جبت لكم من الشرق ومن الغرب ومن تيك توك على انستا على يوتيوب. جمعت لكم كل الناس اللي عاملين ليه سواتشز، لان طبعا هو نزل بره قبل ما يوصل لنا هنا. فجمعت كل السواتشز بتاعت الاجانب ونزلتها لكم في فيديو، لان انا كنت مغرمه بيه وانبهرت بصراحه بقى من ثباته وسواده. طبعا هم كاتبين ان احنا لازم نرجه قبل ما نستخدمه. حابه بقى اوريكم الفرشه بتاعته والسواد بتاعه. يا جماله يا جماله يا جماله. الفرشه دقيقه زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، بصوا قد ايه رفيعه، تقدري ترسمي بيها خط تخين، خط رفيع زي ما انت عايزه. وتعالوا بقى نعمل له كده اختبار بسيط عشان تشوفوا السواد معايا. بصوا السواد رهيب، سواده يعني زي ما الكتاب بيقول سواد قوي جدا. وفي اخر الفيديو بقى هنختبر ثباته، يعني هوريكم قد ايه هو ثابت، وهنعمل بقى فيديو مفصل عنه. بس انا عايزاكم تلحقوه، يعني عايزاكم بجد تلحقوه. الناس اللي بيفرق معاها الثبات، الناس اللي بتحب ان هي تنزل الميه بايلاينر، او بتعرق كتير، او جفنها دهني. الناس اللي جفنها دهني هينفع معاها المنتج ده جدا، خطير. هو سعره عالي حبتين، بس هو ايه، ما بقاش دلوقتي سعره عالي، ولكن هو كفاءة يعني. بص على البرفانة اللي انا انبسطت جدا ان انا لحقتها، والحمد لله فضلت لي واحدة. انا كنت طالبة كذا قطعة، وطبعا خرجوا كلهم في اوردرات. معشوقين فاراوي ريبل اول ما شافوه في الكتالوج على طول نهى بليز اعملي حسابنا. وجبت لهم طبعا، واتبقى لي واحده. لحقت واحده الحمد لله طبعا، لان هو مش بينزل بقاله فتره طويله، ومش بيتوفر معانا بشكل دائم، غير ان هي برفانه ملهاش حل، جميله جمال. عشاق الشجري بقى اين انتوا؟ فاراوي جات لكم اهي، بس هي ما قعدتش في الشركه، يعني هي ما كملتش ساعتين 3 واتنسفت من جمالها، وعشان خاطر هي ما بتظهرش كتير. فانصحكم ان انتوا لما تلاقوها في اي بروشور على طول تجيبوها. دي من البرفانات الناس بتحب الحاجات الشجري مش هيختلف عليها اتنين، يعني الناس اللي بتحب الحاجة المسكرة مش هيختلف عليها اتنين. ريحتها جميلة جدا
جدا جدا. واللي مش عارف ريحتها او اول مره يسمع عنها عشان هي متظهرش معانا كتير، يروح يتفرج على الريفيو بتاعها. انا مقارنه بينها وبين فاراواي ريبل اند ديفا، وكمان حطاها في المقارنه مع عيله فاراواي، فيديو قديم قوي هتلاقوه على القناه، بس مجمعه لكم كده كل الفاراواي اللي كانت موجوده عندي، اللي كانت موجوده ساعتها، لان نزلت اصدارات كتير بعدها. كل حاجه بقى نزلت في فيديو بعد كده منفصله. فانا مبسوطه الحمد لله ان انا لحقت لي قطعه الحمد لله. من الحاجات برضو الجديده معانا، وانا مبسوطه قوي قوي قوي، شكرا ايفن على الباكجينج الرائع بتاع العينات. الشكل الجديد نزل معانا بارفان اسمه فول سبيد بالز، وهو مش متوفر معانا الحمله دي، ولكن ان شاء الله هيكون متوفر معانا في حمله 12. حابه ان انا اوريكم شكله في الكتالوج. البارفان انا بصراحه جربت التستر بتاعه. البارفان من الروايح اللي هي out of the box. يعني ايه يا نونة؟ يعني هو ريحته، عارفين برفانات ايفون تحسوا ان هي ولاد عم ولاد خالة، يعني فيهم من بعض كده، يعني دايما تحسوا ان هم فيهم من بعض. ده بقى خارج المنافسة، يعني حاجة كده زي ما قلت لكم out of the box، يعني حاجة خارج تفكيرك، حاجة خارج الوتيرة اللي احنا ماشيين عليها او الخط اللي احنا ماشيين عليه. انا في اول ما شميته انا جالي صداع بصراحة، يعني من قوته ومن قوة ريحته، وقد ايه انزعجت من قوة ريحته. بس اما هدي، ايه الجمال ده، ايه الجمدان ده، وبعد كده ثبات السنين. فده شكله اهو عشان تلحقوه في البروشور بتاع 12. بس انصحكم ان انتوا تجربوه، تجيبوا العينة بتاعته، لان هو مش مناسب لكل الاذواق. يعني عايز راجل قوي الشخصية قوي كده وبيقتحم الحياة عشان يحطه ويبقى عنده الجرأة ان هو يحطه. هو مكوناته قشر الليمون ونبات الجنجل وخشب الصندل. هو برفان قوي قوي جدا وفواح ومختلف تماما عن اي اصدار من الاصدارات بتاعه فول سبيد اللي انا شميتها قبل كده. وهو اسم على مسمى، هو برفان نبضي فعلا، يعني هو فواح. دايما احنا لما بنحب ان البرفان يفوح بنحطه على النبض، كلمة بالس يعني النبض. فهو من كتر ما هو قوي وفواح، ففعلا اللي سماه يعني احسن اختيار الاسم. وزي ما انتوا شايفين الجمال كده، نزل معانا 6 درجات جديدة من القلم بتاع جلامر ستيك، و3 درجات من الجلامر ستيك دايموند. وانا ما فوتش قلم من الجلامر ستيك، ما فوتش درجة. طبعا زي ما انتوا شايفين هما في الكرتونة انا رصاهم عشان اقول لكم اسمائهم. انا جبت كل الدرجات. اول حاجة هنبتدي بالدايموند. درجاته بصراحة يا بنات بهرتني بجد، درجات حلوة قوي قوي قوي. درجات الدايموند عجبتني اكتر من العادي، مع ان التانيين دول فيهم درجات مترقعة برضو، اللي هي ايه ده، ايه الجمال ده والجمدان ده. بس انا حبيت دول اكتر. هوريهم لكم كده بشكل سريع. اول درجة اسمها ستار جازنج. بصي اساميهم صعبة فاعذروني لو نطقت حاجة غلط، يعني خصوصا الاسماء صغيرة قوي. بصوا طبعا ده الباكجينج اهو بتاع الدايموند بيلمع، وده اسم الدرجة. والدرجة خطيرة خطيرة. هعمل لكم اليوم سواتشز بس الفيديو بقى لوحده. حبيت عجبتني قوي قوي قوي. الدرجة دي تنفع قوي لمدمع العين، تنفع تحطيها تحت الكحلة تنور العين. حبيت بصراحة، عجبتني. تاني درجة معانا وهي ستار داست. احنا هنجمع كل الستارز اللي موجودين عندنا. تاني درجة برضو هي قريبة للدرجة اللي فاتت بس مختلفة. دي التانية كانت مدية على كشمير، دي على بينك، بس برضو حلوة قوي، حلوة قوي 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 قوي. حبيت الدرجة بقى التالتة انبهار، اللي هي حاجة كده برضو خارج التوقعات. هي مدية على لبني، بس ايه الجمدان، ايه الجمدان ده. عجبوني قوي بتوع الدايموند دول. تعالوا نشوف الدرجة التالتة اسمها ماجيك ويشز. هي ماجيك فعلا، هي ماجيك. وطبعا الاقلام الغطا بتاعها بيبقى هو نفس لون القلم من جوه. بصوا الماجيك، بصوا الماجيك، بصوا الطرقعة. ده بقى عايز صيف، ده عايز بحر بقى وصيف، ويا صيف يا صيف. جامدين. اخر حاجة هنعمل بقى ايه سواتشز ليهم في فيديو، هجمع لكم الدرجات كلها
الدايموند والمش دايموند اللي نازلين معانا جداد، انا جايباهم ليه؟ انا جايباهم عشان خاطركم يعني. اما بقى بقيه الدرجات بتاعتنا الحلوه دي، تعالوا بقى نتفرج عليها درجه درجه. بس اكتر درجتين عجبوني الاصفر والاورنج. في درجه اللي هي على اصفر ودرجه على اورنج. تعالوا بقى اللي يطلع في ايدينا افرجكم عليه. عندنا وايلد ملكاتا، معرفش، اعذروني لو بنطقهم غلط، بس انتوا ليكوا بالدرجه. بشوفوا بقى الدرجه في الكتالوج ولا اسمها في الكتالوج، هنبقى نقرا اسمهم صح من الكتالوج. من الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش في الاقلام دي ان مفيش اي شيء ينم على لون الدرجه. طبعا الاسم مكتوب من بره، بس انا مش فاكره ايه وايلد ملكاتا دي ولا ملكاتا دي. لازم افتح القلم عشان اشوف الدرجه. ودي درجه زيتي غامقه 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 وما بتلمعش زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل سواتشز ان شاء الله في فيديو لوحده. دي الملكاتا. نخش على درجة كمان. عندنا تاني درجة الفيرلس سافير. فيرلس سافير، اسميهم صعبة ليه مش عارفة، هيسموهم اسماء كده حلوة برضو. زي ما انتوا شايفين مفيش اي شيء ينم على لون الدرجة. معرفش ليه ما عملوش الغطا نفس اللون الدرجة، بس مكتوب اسم الدرجة. وده برضو ازرق، هو مش فاتح ومش غامق، بس انا عجبتني الدرجة بصراحة. اكتر درجة ما عجبتنيش هي الدرجة اللي فاتت، لان انا مش بحب الدرجات الغامقة. فالدرجة الاخضر الغامق ده ما عجبنيش، بس هشوفه كده جوه العين هيقول ايه. تعالوا بقى نشوف برضو درجة تانية من الدرجات. عندنا درجة بولد اميزست، ودي من الدرجات اللي حبيتها قوي بصراحة. بينك جميلة قوي، يعني بينك على موفي كده. درجة رقة 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 مع ايلاينر اسود، هتبقى ملهاش حل. دي بقى من الدرجات اللي نبتدي بقى نقول الاختلاف كده. احنا دخلنا في درجة مختلفة عن ما سبق. دي درجة بالنسبة لي كانت جديدة. تعالوا نشوف كمان درجة صفاج جيد. برضو دي هتكون على اخضر. ده من درجات الاخضر اللي انا حبيتها بصراحة، بس قريبة لدرجة من درجات اللي عندي قبل كده. حلوة، قريبة شوية من الاميرالد. يعني الاميرالد اغمق سنة، انا مكنتش جبت الاميرالد لان هو كان عندي، فدي قريبة من الاميرالد، بس بالنسبة لي احسن من الدرجة الغامقة، حبيتها. نيجي بقى لاخر درجتين وهم اجمد درجتين زي الامزست كده. الدرجة اللي هي على اورنج، والدرجة اللي هي على اصفر. اللي على اورنج اسمها فريز امبر، لان العنبر بيبقى لونه على اورنج. دي حبيت قوي هي والاصفر، حبيت قوي رغم ان انا مش عارفه هحطهم ازاي وليه وامتى، بس انا حبيت. بصوا الجمال، بصوا الجمدان. بس ده مع ميك اب هافون هتبقى جامده، وجوه العين هتبقى جامده بصراحه. حبيت. انا بحب الدرجات اللي هي غير معتاده، اللي هو ما تلاقيهاش، مش سهل ان انت تلاقيها في اي ماركه بتاعت اقلام الكحل. وده سبب حبي لجليمر ستيك، ان هما بقى يعني غمضي عينيكي وتمني عندك كم من الدرجات. اختاري بقى الاخضر بدرجاته والازرق بدرجاته، حتى الاصفر حتى الاورنج، كله عملوا له اقلام. دي بقى اخر درجه معانا، وهي اسمها دارين كاترين حاجه زي كده. بس دي الصفرة، دي الدرجه الصفرة، دي الصفرة وجمالها. انا كنت نزلت لكم فيديو كان فيه موديل كده حاطه الدرجات، وكانت منهم الدرجه الصفرة دي. يا جمال ويا جماله. انا هحطها امتى وهعمل بيها ايه انا معرفش، بس انا من الناس اللي بتحب اللون الاصفر جدا. بس انا والله لا غلويه ولا حقوده، بس انا بحب اللون الاصفر، من الالوان اللي بيحسسني بالبهجه والسعاده كده يعني. بس مش الاصفر اللي هو درجه القلم ده، انا بحب الاصفر اللي افتح شويه بتاع الكناريا ده. بس الدرجات وهمتني من اول ما شفتها في الكتالوج. زي ما انتم شايفين اهي الدرجات كلها اللي نازله معانا في الكتالوج. قد ايه جمال، قد ايه جمال. ده الازرق، وده الاخضر الغامق، وده الاخضر اللي شبه الاميرالد، وده الاميزست، وده الامبر، وده دايرنج سيترين. بصوا شكلهم اصلا مبهج قد ايه. بس الدرجة بتاعت اميزست دي على حقيقة مختلفة، هنجربهم اشوف فيهم
اللمعة الميتال اللي موجودة على الموديل دي ولا لا. بس في اقلام واضح ان هي ما فيهاش لمعه، زي الازرق ده ما فيهوش لمعه والاخضر ده ما فيهوش لمعه. الباقي هنجربهم. الاورنج ده باين ان هو فيه لمعه والاخضر باين ان هو فيه لمعه. هنجربهم واقول لكم رايي فيهم ايه وثباتهم. برضو هنتكلم عن ثباتهم سواء هم او الدايموند، وبرضو هكلمكم عن البرفان ده. وطبعا هم عاملين العينات بقى فيها مكونات البرفان وشكل البرفان، عشان الناس ما كانتش بتعرف اسم البرفان فين، وهو الاسم بيبقى موجود على الازازه. يعني انتوا لو لفيتوا الازازه كده هتلاقوا الاسم مكتوب على الازازه فول سبيد بيلز اهو. وطبعا شكل العينات الجديد ده بصراحه حلو جدا، عشان بيسهل على الاعضاء ان هم يعرفوا اسم العينه ايه. طبعا احنا الاوردر بتاعنا كان على مستوى الجولد، فخدنا الهدايا بتاعه الجولد، وكان اول مستوى الهديه بتاعته السبراي بتاع برفان وايلد كانتري اللي انا بحبه قوي قوي قوي. هو رجالي بس انا بحب البرفان بتاعه. وطبعا معشوقتي فاراواي اللي هي 30 ملي الترافل سايز، زي ما انتوا شايفين ده كده يا بنات بيبقى شكلها. دي تقدري تحطيها معاكي في الشنطه، كيوت قوي قوي قوي. اما الريحه بقى دي من الروايح التي يعني تشرح قلبي. هي بقت معروفة، ودلوقتي لو رشتيها انتي حاطة فاراواي، انتي علامة مميزة. فاراواي دي علامة مميزة يعني تاريخ. فانا حتى لو هي بقت معروفة والناس عارفة ان انا حاطة فاراواي، انا بحبها، بحب ريحتها وبحب اشم ريحتها. فبالنسبة لي ده طبعا من مفضلاتي فاراواي، ليتل بلاك. لا في حاجات كتير، في حاجات لو قعدنا نتكلم عن المفضلات في حاجات كتير، بس دي من مفضلاتي. اما المستوى التاني فكان البودي ميست بتاع اتراكشن سنسيشن، وما ادراك ما اتراكشن سنسيشن وجمالها. بودي ميست ولكن بقوه البرفان نفسه اصلا قوي، وما بالك بقى لو انت جمعتي بين البرفان والبودي ميست بتاعه فهتبقي فواحه من بره ومن جوه. البودي ميست نقدر نحطه على الجسم مباشره، اما البرفان فيفضل ان هو يترش على الملابس. معانا البرفانه اللي خلصانه كل ما اجي اطلبها الاقيها خلصانه من الشركه، بس انا جمعت لكم منها حبه حلوين، فاللي عايزها هيلاقيها على الجروب بتاعي، ولينك الجروب في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه ينزل لكم هنا على السكرين، وهتبقى بسعر حلو قوي. فخشوا الحقوها على الجروب، هي وبرفانات تانية مختفيه ولكن موجوده عندي. البرفان دوت برضو برفان الرقة والأنوثة، والناس اللي بتحب تبقى ريحتها لطيفة وشيك الصبح بس ما بتبقاش يعني قلبة الدنيا. برضو دي من كلاسيكيات ايفون، يعني حاجة كده ما تتفوتش، وناس كتير قوي قوي بيحبوها وبيطلبوها بالاسم ده. كان فتح الكراتين بتاعنا بالهدايا بالمنتجات بكل الحاجات الجديدة. طبعا اللي حابب ان هو يطلب اي حاجة من الحاجات دي يقدر يخش على الجروب بتاعي اللي انا قلت لكم عليه من شوية، وكمان تقدري تكلميني على الواتساب على الرقم اللي موجود على الشاشة عشان تطلبي اللي انت عايزاه. او لو حابة ان انت تعملي معانا عضوية في ايفون بقى وتستفيدي من العروض الحلوة والمنتجات الخاصة بمجلة الأعضاء زي اللي أنا جايبة منها. طبعا المنتج ده نازل معانا في مجلة الأعضاء بسعر مميز جدا، طبعا هينزل بعد كده في البروشور بسعر أعلى، فتستفيدي من عروض مجلة الأعضاء، تستفيدي من العروض الداخلية اللي أنا بنزلها على القناة برضو اللي بتكون للأعضاء بأسعار مميزة، تستفيدي من خصومات البروشور، تستفيدي من سعر الشحن الممتاز واللي بيقل مع كل طلبية بتطلبيها. لو حابة ان انتي بقى تستفيدي من كل الحاجات دي تقدري برضو تكلميني على الواتساب على الرقم اللي موجود اعلى شاشة عشان نعمل العضوية سوا وتستفيدي من المميزات الكتير قوي دي. ولو حابة تشتغلي معانا في ايفون وتبقي قائدة مبيعات شاطرة، انا هساعدك ان انتي تحققي حلمك ويكون ليكي دخل كويس من ايفون. وده كان فتح الكراتين بتاعنا، اتمنى يكون افادكم واسعدكم زي ما انا دايما ببقى مبسوطه وانا بفرجكم على كل جديد. مستنيه ارائكم، اي حد استخدم اي منتج من المنتجات الجديده يقول لي رايه تحت في التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.